السلام الحباب ديالي، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير يا ربي. المهم الاخوات، الميساج ديالي غنوصل لكم اليوم. بعض الاخوات الله يجزيكم بخير اللي كيستعملوا ادويه بدون استشاره طبيه. المهم اغلب الاخوات كيبغيوني نهضر لهم على هذا الشيء هذا، حيت كنشوف انا بعض الناس بزاف ديال الاخوات كيطيحوا في مشاكل، كيستعملوا الادويه اللي هما خطا، اللي بدون استشاره طبيه، وكيطيحوا في مشكل. فهمتوا قصدي؟ كاين اللي كتبغي مسكينه تغلاط، كتبغي تفتح الشهيه، كتبغي بزاف ديال الحوايج، وكتشري لك شي دواء بدون استشاره طبيه. فهذا خطا، كنطيحوا في مشكل كبير اللي خاصنا كما قلت لكم ضروري استشاره طبيه. انا يا البنات كنت مريضه الصراحه، كانوا عندي الاعصاب وداك الشيء، ماشي مشيت شريت الدواء ديريكت بحال هكا يعطيكم شي حد شي دواء مثلا يقول لك هذا راه زوين سيري خذيه، مثلا انا استعملته راه وافقني سيري خذيه، حيت هذاك الانسان ماشي هو انت. بحال دابا انا ماشي بحال انا هي واحده اخرى. ضروري خاصني نستشير الطبيبه ديالي، نمشي عندها وندوز وتخرج لي الدواء اللي يناسبني. فهمتوا قصدي؟ لهذا هو بحال الدواء هذا دابا انا اللي كنستعمل، تمشي دوزت عاد عطاتني الدواء اللي كيناسبني. فهمتوني؟ الدواء اللي انا ارتحيت فيه واللي انا وافقني. واخا الصراحه هادشي كاع ما زوينش للصحه وما زوينش بزاف الحوايج، ما زوينش تولفيه، ولكن الا كنتي مستشاره مع الطبيبه ديالك ماشي بحال الا كنتي كتشري الدواء عشوائي وكتستعمليه وكتشربيه. فالصحه ديالنا راه غاليه بزاف، صحتك راه غاليه، لانه غادي تطيحي في شي مشكل اللي الله يحفظ لي ما تقدريش تعالجيه بشويه ديال الفلوس، وغادي تلقاي مشكل كبير. المهم هذا البنات انا كنستعملو، ما خصنيش نبين الاسماء ديال هذا الدواء هذا حيت ممنوع. هذا بعدا راه ما كيتعطاش البنات المنواله. انا والله العظيم كنمشي دابا للفارماسيان كنلقى مشكل كبير في الفارماسيان. كيقولوا لي الورقه خاصها ضروري الورقه وتكون السميه ديالكم كاشي فيها الطبيبه وداك الشيء، عاد كيعطيوه لك. هادشي باش كناخذ هذا الدواء هذا، واللي مريض الله يشافيه والله يشافينا جميعا يا ربي. المهم الصراحه لقيت فيه راحتي الحمد لله بالنسبه للاعصاب. كي قالت لي واحد السيده ضحكات لي، لقيتها في الفارماسيان وقالت لي يا بنيتي انت باقا صغيره، علاش نتوما الصغارات كتشكي بالاعصاب؟ باش نقولوا حنايا اللي وليداتنا وكبروا وعندهم الحفايد. قلت لها خالتي راه انت هذا الجيل راه ماشي هو الجيل ديالنا حنا والجيل ديال اللي قبل منا. هذا الزمان سبحان الله العظيم اللي حنا فيه دابا حاليا راه مشكله كبيره، راه الاعصاب مع راسك مع راسك ما فهمت والو. شي المهم شي حاجه كاينه كتعصبك بدون حتى حاجه. خلي ولاد اليوم تبارك الله حركيين وفيهم الصداع وفيهم مشاكل، والماكله اللي كناكلوها ما بقاش صحيه كما كانت ديال شحال هادي. المهم بزاف ديال الحوايج تبدلات الحياه ديالنا تبدلات بزاف. فهمتوني؟ هذاك الشيء علاش. اما راه ما بقاش لا في الصغر ولا في الكبار، راه كاينين تبارك الله كما قلت لكم، كاينين الناس الكبار تبارك الله ما شاء الله، راه جدودنا راهم باقيين صحاح وباقيين شادين وباقيين، وحنا اللهم لك الحمد كله صحته. عاوتاني داكشي على حسب الخاطر، اللي عطيتي الخاطر راسك وتهليتي في صحتك راه كتلقايها ملي كتكبري. ملي كتخطا تفرطي في صحتك راه كتلقايها مشات. هادشي اللي كاين. المهم هذا شاركت معكم هذا كما قلت لكم، راه الدواء ضروري خصكم تستشيروا مع الطبيبه. بالنسبه للاخوات اللي عندهم الاعصاب وياكم والطونسيون، تمشيو اي وحده قالت لكم سيروا خذوا الدواء راني استعملته وافقني، سيروا خذوه بالفارماسيان ضروري خصك تمشي دوزي. اللهم نمشي ندوز اش خاسره، غدوزي 200 درهم 150 درهم غادي تدوزي بها، غادي تعطيك الدواء ديالك اللي يناسبك. ماشي بحال انا نشد الدواء ما عمرني ما استعملته وما عرفتوش كي داير ونمشي ناخذ عليه ونقول مثلا لمرات الفارماسيان عطيني هذا الدواء نستعمله على حساب الاعصاب وراني مريضه. وهذا راه هي ممكن تعطيه لك. كاينين الاخوات اللي كيخافوا على راسهم، كاين اللي ما كيخافش، كاين اللي يقدر يعطيك هذاك الدواء وتستعمليه انت وتدقي في مشكل كبير. المهم هذا ميساج للناس اللي كما قلت لكم، الاخوات اللي كيديروا هذه المشاكل هادو، اللي تياخذوا الدواء على دواء. مثلا شي وحده خدات الدواء، انا خديت هذا الدواء وافقني، ونمشي مثلا تجي عندي شي وحده تقول لي اختي عندي الاعصاب، عافاك اختي راه نفس المشكل اللي كيطرى لي عافاك اختي عتقيني، اعطيني مثلا دوك الوريقات باش شريتي، ولا اعطيني هذا الكراتنا باش خديتي باش ناخذ حتى انا نستعمله. فمشكل كبير ما نقدرش نعطيك وما تقدريش تاخذيه، الا خديتيه يقدر لك مشكل، يقدر ما يوافقكش. كما قلت لك راه الا ما دوزتيش عمرك تستعملي الدواء بدون استشاره طبيه. هذه النقطه الاولى. المهم الاخوات نتمنى ان شاء الله نكون في حسن الظن ديالكم، ونكون ان شاء الله القناه ديالي في المستوى كما كتشوفوا دائما الفيديوهات جداد باذن الله من هنا لقدام. وغادي نهضروا على واحد الكنز سبحان الله العظيم اللي عندنا
في المنزل في اي بلاصه كاين هذاك الحاجه هذه، وما كنعرفوش عاوتاني بقيمتها. واحد الكنز عظيم سبحان الله العظيم. هذا الاغلبيه ديال الاخوات راهم ما كيعرفوش. والله الا كنمشي حدا المدرسه البنات، كندي ولا ديال المدرسه وكنجلس مع الاخوات وكنهضر مع الناس وكيشكيو بالمرض ديالهم، كيشكيو بشنو بيهم، وكيعياو بهذا الشيء ديال الفرماسيان، وكيعياو بالادويه ديال الميكروب وما كيعرفوش بقيمه هذا. سبحان الله، هذا راه كنز عظيم. سبحان الله، خلق الله عز وجل وخلق فيه واحد الماده اللي هي مفيده للجسم ديالنا بالنسبه للبكتيريا والميكروبات، جميع الميكروبات البنات. هذا الشيح سميتو الشيح، عشبه الشيح، راه واخا حار ديك الحروريه ديالو سبحان الله راه مفيده للجسم ديالك. بالنسبه للاخوات اللي كيكونوا مختنين وليداتهم راه الدواء. بالنسبه للاخوات اللي كيكونوا حاملين والدين راه الدواء ديالهم هو هذا. حيد عليا من ديك الرشاشات وديك الماء ديال الغسيل وداك التخربيق ودوك البوماضات، هذا راه دواء. هذا كنشدوه بالنسبه للطهاره، وبالنسبه للمراه اللي كتكون والده كنشدوه نغسلوه مزيان ونرقدوه في زويته ونطبخوه شويه حتى يطلق من الزيت، وكنحيدوه جانبا وكنصفيوه في شي قرعه ونسدو عليه. هذاك ديك الزيت ديال الشيح كنشدوها كنديروها لبلاصه الطهاره ديال الوليد ولا البوط ديالو ولا الوليد الزياده ولا المراه اللي كتكون والده. راه مفيد بزاف، كينقي كيطهر وكيحيد الغراز دغيا، وكما قلت لكم كيعالج من جميع المشاكل. وعاوتاني في الماء نشربوه، في الماء نشربوه، في القهوه نشربوه غير هكاك على الصباح على الريق في الماء، راه كينقي لك جميع البكتيريا. الشيح هذا ما يخطرش في الدار، ما تقوليش لي كاع حار انت بغيوش ولادي، هذا كينقي الجسم ديالك كامل من داخل الميكروبات. المهم هذه رسلت لي مسكينه الوالده من البلاد ديال البلاد، عرفتوا ريحته مجهده تبارك الله وحار. المهم هذا دواء اخر كما قلت لكم، يا سلام هذا راه فن بالنسبه للميكروبات وهذا شربيه. المهم هادشي اللي كاين البنات، دائما نشارك معكم اي حاجه شفت فيها الفائده واستفدت منها راه ممكن نشاركها معكم. فإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تسكم لايك دائما والاشتراك على القناه. طلعوا لي هذه القناه الله يسهل عليكم، الله يجازيكم بخير بالبارطاج، واشتركوا فيها باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. ودائما الجديد باذن الله من هنا لقدام. والله يحفظكم كاملين ويعطيكم صحتكم، واللي المريض الله يشافيه. حقا بالنسبه لصحاب السرطان الله يشافيه ويعافينا كامل، يشافي الناس اللي فيهم السرطان الله ينجينا وينجيكم منه. راه زوين ليهم هذا الشيح، راه كينقي وكيطهر من داك الميكروب، راه زوين بزاف. الله راه الناس سبحان الله العظيم داواو به الناس اللي فيهم السرطان والبواسر، راه زوين ما يخطركمش في الدار. المهم ان شاء الله الله يشافي الجميع يا رب العالمين. هادشي اللي كاين الاحباب ديالي، نتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب. المهم كما قلت لكم حتى الدراري الصغار ما تخليوش لهم الادويه، راه والله العظيم لقيت ولدي الصغير هز الفنيد وكيحلو كيبغي ياكلوا. الدراري الصغار وكنصيو يحيدوا لهم الدويان، اي دواء اي نوع ما نحطوش في الثلاجه وما نحطوش في الثلاجه وما نحطوش في بلاصه اللي يناولوا فيه الاطفال، حيت الدراري الصغار ما كيعرفوا والو، يقدر يشرب هذاك الدواء يقدر ياثر عليه على صحته. فنتفاداو هذه المشاكل. دائما الحاجه اللي نخافوا عليها نحيدوا نخزنوها على الدراري الصغار، حيت ما عندهمش العقل. راكم عارفين العقل ديال الدراري الصغار ماشي هو ديالنا. ايوا هادشي اللي كاين اخوتي، يلا تبارك الله عليكم. حتى الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم، خليت لكم الراحه والهنا يا ربي.